السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النهاردة يا جماعة يوم جديد وفيديو جديد، وهنوريكم حاجة جديدة خالص ما نزلناش عليها فيديوهات قبل كده. وزي ما انتوا شايفين الذرة المصري اهو، الذرة المصري اهوت. بنقول الذرة المصري اهو. الذرة دي مصدر رئيسي للحيوان والإنسان وللطيور ولكل شيء موجود على الكرة الأرضية زي ما انتوا شايفين. طبعا ده السماد العضوي اللي احنا بعدنا عنه خالص وشغالين بس في الأسمدة والمواد الكيماوية اليوريا والنترات. مفيدة للأرض وكل حاجة، بس هو ده أهم شيء للأرض الزراعية، هو السماد العضوي ديت ده هو اللي هو روث المواشي أو الحيوانات. دي أهم حاجة يا جماعة، ده هو مفيد للأرض الزراعية جدا، وهو ده اللي بخلي الزرع زي ما انتوا شايفين أخضر، وزي ما حضراتكم شايفين كده. الذرة المصري طبعا عروة صيفية بنزرعه في الصيف، وبيقعد في الأرض، مدته بتقعد في الأرض 4 شهور 120 يوم. بعدين بنجهز الأرض ونعملها خطوط ونزرع ونتوكل على الله ونزرع زي ما انتم شايفين كده. وادي الذرة بسم الله ما شاء الله هوت بدأ يبشر زي ما حضراتكم شايفين اهو، وبدأ يرص اهو. ده تعتبر في الشهر الأخير، ده تقريبا فاضل له حوالي 20 يوم أو 25 يوم وخلاص واستوى اهو زي ما انتم شايفين اهو. بيبدأ اهو، نقرب شوية اهو زي ما انتم شايفين كده. ده بقاله 3 شهور أو 3 شهور و10 أيام أو 3 شهور و5 أيام زي ما انتم شايفين. وطبعا كل برضه ناس بتتكلم وتسأل وتقول الري ازاي، منظومة الري ازاي. ده طبعا ري غمر زي ما انتم شايفين كده، وممكن يزرع على خراطيم، وممكن يزرع على رشاشات، يعني ممكن كل حاجة جايز. وطبعا الذرة بيتروي رية المحياة، وبعدين كل 10 أيام أو 14 يوم أو 12 يوم على حسب صرف الأرض. طبعا الفلاحين عارفين الكلام ده كويس. حسب ري الأرض والصرف بنروي الأرض على هوا الصرف. وطبعا زين جه معايا اهوت. يا زيزو، 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 عامل ايه يا زيزو؟ وطبعا بنوريكم الاجواء، وزين مش عايز يصور معايا اهوت زي ما حضراتكم شايفين. مش هتصور معايا يا زيزو؟ فهو طبعا مش عايز يظهر معايا ولا يبان في الكاميرا، بس هو شاطر لما يكون يقول هظهر معاك يا جدو واتكلم معاك يا جدو، وبعدين هو ما برضاش اهو. خليك يا زيزو، خليك، بص هنا يا زيزو، زيزو. هو بيهرب منه عمال يجري اهوت عشان عايز مش عايز يظهر يا زين، مش عايز يظهر معايا. فطبعا نرجع تاني لموضوعنا. بكل 10 ايام او 12 يوم بنرويه ري غمر زي ما انتم شايفين كده.
والفدان بياخد من 6 شكاير أو 7 شكاير يوريا أو نترات اللي موجود عندك حسب ما بيجوا في الجمعية الزراعية. وطبعا الجمعية الزراعية لا بيجي فيها يوريا ولا بيجي فيها نترات، بس احنا بنقول حسب ما بيجي بيتوفر معاك بإيه اللي موجود عندك بتحط منه. بس الأفضل إن احنا نحط السماد الطبيعي بتاعنا اللي احنا وريناه لكم ده، هو ده أهم شيء، أهم من اليوريا وأهم من النترات وأهم من كل شيء زي ما حضراتكم شايفين. طبعا أنا اللي بصور يا جماعة بإيدي، فمعلش سامحوني، أنا اللي بصور. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين بنقول 4 شهور مدة الذرة لو هتنشفوا وهتعملوا كيزان بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. ولكن أغلبية الناس بيعملوه كمرة للمواشي، بيسموها كمرة أو سلاج على حسب البلد، كل بلد بتسميه باسم شكل. ادي الذرة اهوت، بسم الله ما شاء الله. الذرة اهو العود محمل اهو كوز و2. وطبعا ده يا جماله يا جماله في الآلية او واخواتنا في الاردن وفي سوريا. بنشكر اخواتنا في سوريا بالمناسبة، حبايبنا اللي دعمنا ومشتركين معانا في القناة، وربنا يبارك فيهم ويرجعهم لبلدهم سالمين غانمين يا رب العالمين. والناس المقيمين معانا على أرض جمهورية مصر العربية، طبعا مش بلدهم التاني، بنقول بلدهم الأول. ومصر هي كبيرة الدول العربية يا جماعة، و بتحتضن جميع أبناء الوطن العربي الكبير. وبنشكر إخواتنا في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير اللي دعمنا في القناة واللي مشتركين معانا. واللي ما اشتركش يا جماعة يشترك وفعل زر الجرس، هيوصل له كل جديد مننا. وطبعا بنشكر حبايبنا في جمهورية مصر العربية طبعا وفي جميع أنحاء العالم. الحمد لله بفضل الله لنا مشتركين في جميع أنحاء الوطن العربي الكبير وجميع أنحاء العالم بفضل الله. وما احناش محتاجين حاجة من حد، وطول ما المخ شغال والحمد لله، وربنا عطانا الصحة والعافية، وما احناش محتاجين حاجة من حد. والمشتركين بتوعنا أوفياء وبيدعمونا، والناس كلها حابة الخير لنا، واحنا والله العظيم حابين الخير لكل الناس، ما بنحبش الضرر لأي بني آدم على وجه الأرض، وبنحب الخير للناس كلها. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين ادي الأجواء المصرية الجميلة. وطبعا في حاجة يا جماعة، أي إيجابيات بنقول عليها وأي سلبيات برضو بنقول عليها زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ادي زي ما انتم شايفين كده فيه ده طبعا المية هي زي ما انتم شايفين. ودي الحاجة الخضراء زي ما انتم شايفين ده اهي، ده اسمه ورد النيل. ده يا جماعة دي كارثة سودة، كارثة ما في بعدها كارثة على على الثروة المائية في جمهورية مصر العربية. دي الواحدة بتاخد تقريبا حوالي كل يوم لتر مية، بياخد مية بكميات كبيرة زي ما انتم شايفين. فاحنا بنحاول نخلي الحاجات ديت نكافح الحاجات ديت، عشان
ده طبعا بتقل من الثروة المائية. ده اسمه ورد النيل يا جماعة، النبات ده اسمه ورد النيل. فطبعا احنا عايزين الدولة تقوم معانا، احنا هم طبعا مشكورين بيقوموا بالتطهير زي ما حضراتكم شايفين اهوت، اهو كل 3-4 شهور بيقوموا بتطهير المصارف اهوت. ولكن بيرجع تاني يعود تاني، ولو تسيب واحدة بس بيتكاثر بطريقة مش ما تتخيلهاش، طريقة ما تتخيلهاش خالص، وبزيد بطريقة رهيبة. والواحدة من ورد النيل دي يا جماعة بتاخد تقريبا لتر مية في اليوم، زي ما اخواتنا في وزارة الزراعة قولوا لنا ان ورد النيل ده الواحدة تقريبا بتاخد لتر مية في اليوم، وملوش جدر ولا حاجة، وماشي على جدر، على المية، عايمة على المية كده. وزي ما انتم شايفين كده الصورة هي بتوضح الصورة بألف كلمة زي ما بنقول. وطبعا حبينا نقول لكم على الإطلالة الجميلة ديت، ونوريكم الأجواء المصرية الحلوة ديت، والريف المصري الجميل. ومصر خضراء يا جماعة وجميلة، وربنا يدوم علينا وعليكم الصحة يا رب العالمين. ودي طبعا كان الفيديو معاكم، وكان معاكم أخوكم عوض أبو ماضي. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمتم في أمان الله وأمنه.